السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. في البداية ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد. النهاردة مع بعض هنتعلم طريقة زراعة الدراجون فروت من البذور. قبل كده اتعلمنا طريقة زراعتها من العقل، وطبعا طريقة زراعة العقل هي أفضل طريقة لزراعتها نظرا لمميزات كتير عن زراعة البذور. لكن النهاردة هنتعلم طبعا برضو طريقة زراعتها من البذور. حب استطلاع. كمان ممكن في أصناف جديدة، بس لازم تكون بيور، مش خليط، عشان ناخدها تبقى صنف جديد عندنا. ممكن نستنسخ أصناف برضو جديدة، بس زراعة البذور بتاخد فترة على ما تثمر، ممكن توصل ل5 سنين. أما زراعة العقل سنة أو سنتين بالكتير وبتشتغل معانا. قطعنا الثمرة بنفتحها بالطريقة دي شكل البذور، عبارة عن حبوب سمرة صغيرة. نقدر نشيلها بأي طريقة ونغسلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ممكن يتم عصرها في أي مصفى عادي برضو. الصنف ده أبيض داخلي، من الأصناف المميزة عندي نظرا لأن سكرياتها كويسة، بس سكرياتها بتبقى في السنة التانية أفضل. كل سنة إنتاج بيزيد عن السنة اللي قبلها. بعد ما جففناه يومين وغسلناها البذور بتبقى شكلها كده. جهزنا التربة، تربة طبعا خفيفة، تربة طينية على رملية على سماد عضوي، بنخلطهم مع بعض وبنجهز القصيص. بنعمل فتحات حوالي نص سنتي وبنحط في كل واحدة بذرتين 3. مش هتفرق أي كمية عادي، لأن بعد كده بنشيله وبنخفه وبنزرعه في قصيص أكبر. ده زي نظام مشتل. طبعا بأكد عليك ودي تجربة فقط، مش حاجة أنا عاملها عشان أزرعها عندي وتشتغل عندي. لأ، أنا معظم أو كل زرعي من العقل، نظرا لأنه بيدي إنتاج أسرع. بعد ما زرعناها بنرشها بالمية، الرش كل 3 أيام أو كل أسبوع على حسب رطوبة التربة. أول مرة بنرشها طبعا رش جيد. نيجي لحاجة مهمة طبعا، وهي تغطيتها بكيس نايلون أو أي كيس بلاستيك موجود عندنا. بعد أسبوعين بتلاقي شكلها بالطريقة دي. بدأت معانا ما شاء الله اهي تشتغل. دي حشائش عادية بنشيلها وبننضف التربة. أما ده الدراجون اهو. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا لمتابعتنا، وتابعونا لمزيد من الفيديوهات وطرق الزراعة الأخرى. شكرا لمتابعتنا، وطبعا ما تنسوش دعما للفيديو بلايك وكومنت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.